بيبدأ الفيلم سنة 1988 في سجن سانتياغو، واللي يعتبر واحد من أكبر السجون المشددة الحراسة في دولة تشيلي. وبيكون موجود في السجن ده أكتر من 500 سجين، ومن ضمنهم 120 سجين سياسي محكوم عليهم بالإعدام كلهم لأنهم معارضين لنظام حكم الرئيس الفاسد بينوشيه. وفي يوم بيحتج السجناء السياسيين وبيعملوا شغب في السجن، وبيطالبوا بفصلهم عن المجرمين لأنهم بيتعرضوا للإهانة والعنف بشكل مستمر. فبيجي العقيد جون مستشار الرئيس وبيزعق لمأمور السجن عشان مش عارف يسيطر على المساجين السياسيين، وبيأمروا يفصلهم عن المجرمين فورا وينقلهم لمبنى لوحدهم. وبالفعل بيتم نقل 120 سجين سياسي لمبنى تاني في السجن. وبنعرف هنا إن دي كانت فكرة سجين اسمه ليون، وهو اللي كان بينظم الاحتجاجات عشان بيخطط للهروب من السجن هو وأصحابه. وبعدها بيختار ليون زنزانة يقعد فيها، وبيجي أصحابه رافو سانشيز عشان يخططوا معاه للهروب من السجن. وبيقولوا له إنهم لازم يعرفوا كل المداخل والمخارج بتاع السجن لأن هو مهندس وهو اللي هيحدد الطريقة اللي هيهربوا بيها. فبيعرفهم ليون إن هو عمل كده فعلا واختار الزنزانة دي بالذات لأن هو عنده خطة للهروب. وتاني يوم بيتمشوا هما التلاتة في ساحة السجن، وبيقول راف إنهم لازم يطلبوا مساعدة من زمايلهم السجناء عشان خطة الهروب تتنفذ في أسرع وقت، وده لأن محكوم عليهم بالإعدام كلهم. ولسه المحكمة ما أكدتش على الحكم ده بسبب انشغالهم بالمشاكل السياسية اللي في البلد. فبيعترض ليون على كلامه وبيقول إنهم ما ينفعش يثقوا في أي حد في السجن لأن ممكن يكون في جواسيس للحكومة بين السجناء. فبيتضايق راف وبيتهمه إن هو مش مهتم بالخروج من السجن لأن مراته وبنته ماتوا وما بقاش في حد مستنيه بره. فبينفعل ليون وبيتخانق معاه، ولما بيشوفهم واحد من الحراس بيحاول صاحبهم سانشيز يهديهم وبيطلب منهم يتعاونوا مع بعض عشان يقدروا يهربوا من السجن. وبعدها بيعرفهم ليون بخطته للهروب من السجن، والخطة هي إنهم يحفروا نفق تحت الأرض في الزنزانة بتاعته ويهربوا منها. ولكن مشكلة الموضوع ده هو إنه حسب مساحة السجن كله، واكتشف إنهم لازم يحفروا نفق طوله 80 متر، ودي مسافة كبيرة جدا لأنهم هيخرجوا 60 طن من التراب. وطبعا ما فيش مكان في السجن هيقدروا يخبوا فيه كمية التراب دي. فبيقترح عليه رأف إنهم يعملوا حفرة في سقف الزنزانة بتاعته لأن زنزانته فوقيها السطح على طول، وبعدها ينقلوا التراب للسطح من غير ما حد من الحراس ياخد باله. ولما بيلاحظ إن ليون اقتنع بالفكرة بتاعته بيعتذر له على طريقة الكلام معاه وبيوعده إن هو مش هيكرر ده تاني. وبعد شوية بيقعد كل المساجين السياسيين في أوضة مشتركة وبيعملوا ديكورات عشان يحطوها في زنزانتهم، وده لأن مأمور السجن اداهم صلاحية يستخدموا أي أدوات هم عاوزينها ويصلحوا كل الزنازين وينظفوها. وكمان سمح لهم يتنقلوا في أي مكان بشرط يكون داخل حدود السجن. فبيروح واحد اسمه ديفيد يتكلم مع راف وبيقول إن هو عاوز يهرب من السجن ده، وبيسأله لو كان عنده خطة للهروب. فبيكذب عليه راف وبيقول إن هو ما عندوش خطة، وبيكون واضح عليه إن هو شاكك فيه وحاسس إن هو جاسوس لمأمور الاسم وبينقل له الأخبار. وفي اليوم الخامس بيجتمع اليوم مع أصحابه في الزنزانة علشان يفكروا في المكان اللي هيبدأوا يحفروا منه النفق. فبيقرروا انهم يكسروا جزء من الحيطه ويحفروا من تحتيه بحيث انهم يسدوا الحفره بتاعه النفق ويخلوها مش مكشوفه عشان الضباط لو فتشوا الزنزانه ما يشوفوش النفق. وبعدها بيبداوا يحددوا مكان في الحيطه عشان يحفروا تحتيه، ولكن بتواجههم مشكله كبيره وهي انهم مش معاهم ادوات كفايه. فبيتفقوا مع واحد زميلهم اسمه سوتو وبيطلبوا منه يجيب لهم ادوات عشان يبداوا حفر. فبيديهم سوتو مفك، وبيبدأ ليون يحفر في السقف بتاع زنزانة رافع عشان يوصل للسطح ويخزن فيه التراب بتاع النفق اللي هيحفروه تحت الأرض. وفي يوم بتيجي محامية من حزب المعارضة وبتكون عاوزة تقابل سجين اسمه أوسكار، واللي يعتبر عضو من الحزب بتاعها ومتهم في قضية اغتيال الرئيس. فبيوافق جون مستشار الرئيس وبيقول لها إن هي مش هتقدر تساعده لأن هو محكوم عليه بالإعدام، والحكم ده هيتنفذ بعد 2.5 سنين. فبتدخل المحامية تقابل أوسكار وبتخليه يمضيلها على توكيل عشان تمسك قضيته وتترافع عنه في المحكمة. وبنرجع تاني ليون وبيقدر أخيرا يعمل حفرة في السقف، ولكن بتكون المشكلة إن هو لازم يغطي الحفرة علشان حراس السجن ما يشوفوهاش. فبيأمر راف يجيب له بيض ومجموعة صور عشان يلزقها على السقف ويغطي مكان الحفرة. وأول ما بيدخل الحفرة بيتفاجئ إن السطح واسع جدا وهيقدروا يخزنوا فيه التراب اللي هيطلعوه من النفق. وبعدها بيرجع راف مع البيض وبيبدأ ليون يعمل جبس بالتراب والبيض وبيحطه على الحفرة وبيغطيها بصورة كبيرة علشان محدش يلاحظ اللي هو بيعمله. وفجأة بيجي الحراس عشان يفتشوا الزنازين، ولما بيدخلوا الزنزانة بتاعت راف بياخدوا كل الصور اللي على الحيطة
الخريطة، ولحسن الحظ ما بياخدوش الصورة اللي موجودة على الحفرة اللي في السطح. وفي يوم الزيارة بتيجي مرات راف وبتقوله إن هي هتودي ولادهم يعيشوا مع والدتها لأنها اتعينت مديرة لحزب المعارضة وعاوزة تركز في الشغل. فبيتعصب راف وبيقول لها إن شغل الحزب مش أهم من ولادها، وبيضطر يقول لها على خطة الهروب عشان يطمنها إن هو هيخرج من السجن في أقرب وقت، وساعتها هيهتم بيها هي والأطفال. وبعد شوية بيبدأ ليون هو وزمايله يحفروا في الحيطة اللي هيكون تحتها النفق، وفجأة بيعرفوا إن في حارس جاي عليهم، فبيضطروا إنهم ينظفوا مكانهم بسرعة، وبيحطوا ترابيزة قدام الحيطة عشان ما يتكشفوش. ولما بيمشي الحارس من الزنزانة بيكمل ليون حفر في الحيطة، وبيكون محدد المكان اللي هيحفر فيه بدقة متناهية. وبحكم إن هو بيشتغل مهندس معماري بيقدر يعمل حيطة مسيفة من الجبس علشان يحركها بكل سهولة ويخفي مكان النفق اللي تحت الأرض. والكلام ده في حالة لو الحراس فتشوا الزنزانة. ومع الوقت بيبدأ يحفر هو وزمايله النفق، وبيتفق معاهم على إشارات معينة يتواصلوا بيها لما يكون مفيش حراس قريبين من الزنزانة علشان ينقلوا التراب اللي بيخرجوه من النفق ويحطوه على سطح السجن من غير ما حد يشك فيهم. وبعد فترة طويلة جدا بيقدر ليون وزمايله يحفروا النفق بعمق متر واحد، وطبعا ده عمق قليل جدا مقارنة بجسمهم، ومحتاجين يحفروا متر ونص كمان عشان يقدروا يتحركوا في النفق لما يهربوا. فبيقرر ليون هنا يضم سجناء تانيين معاهم عشان يساعدوهم في عملية الهروب ويحفروا النفق بأسرع وقت. وفجأة بيجي الحراس عشان يفتشوا كل الزنازين، وبيضربوا أوسكار اللي متهم باغتيال الرئيس علشان بيعترض على كلامهم، وبيحبسوه في الحجز الانفرادي لوحده. وفي الوقت ده بيروح سانشيز صديق ليون السطح عشان يرمي التراب، وبيكون شايله في شنطة رياضية. فبيشوف واحد من الحراس وبيفتش الشنطة، ولحسن الحظ بيكون سانشيز عامل حسابه وحاطط هدوم فوق التراب تحسبا لأي ظرف زي ده. وفي الوقت ده بيروح المستشار جون عشان يخرج أوسكار من الحجز الانفرادي، وبيقول له إن هو قتل والده وتخلص منه لأن هو أكبر معارض سياسي ضد نظام الحكم. فبيفقد أوسكار أعصابه وبيهدده إن هو هيقتله وهينتقم لوالده. وبالليل بيحفر رف في النفق وبيعرف من صاحبه سانشيز إن في انتخابات رئاسية اتعملت، والرئيس الفاسد بيوشيه أقل نسبة تصويت بين كل المرشحين. فبيتحمس راف لأن هو ممكن يتعين رئيس جديد، وفي أمل كبير إنهم يخرجوا من السجن. وتاني يوم بيضم ليون 10 سجناء مع فريقه، هو بيتفق معهم على خطة عشان يحفروا أسرع ويهربوا من السجن. وبتكون الخطة هي إنهم يقسموا نفسهم على ورديتين، وكل وردية تشيل 100 كيلو تراب في اليوم الواحد وينقلوها للسطح من غير ما يلفتوا انتباه الحراس ليهم. وبيعرفهم إنهم لازم يهتموا بنظافتهم الشخصية ويستحموا كويس عشان ما حدش من الحراس يشك فيهم. وفعلا بيبدأوا ينفذوا الخطة، وبيضطروا إنهم يشتغلوا الصبح عشان يراقبوا الحراس والمساجين ويضمنوا إن محدش هيبلغ عنهم. وبيكون راف هو المسؤول عن المراقبة، وبيحفظ كل دوريات الحراسة بشكل دقيق جدا علشان يبلغ زمايله لو حصل أي تفتيش. وفي يوم بيروح يلعب كرة مع زمايله في السجن، وبيقول له أوسكار إن هو عارف بخطة الهروب بتاعتهم وإن هو عاوز ينضم ليهم. فبيتصدم راف وبيسأله عارف إزاي، مع إن محدش خالص واخد باله. فبيقول له ان هو شافهم وهم بيغسلوا هدومهم من التراب، وكمان بيعرفوا ان في تراب في ضوافره، وده معناه انهم بيحفروا نفق تحت الارض. فبيضطر راف هنا يضم ليهم وبيعرفوا كل حاجه عن خطتهم، وبيخليه يحفر مع الفريق. وفي يوم الزياره بيقعد راف مع مراته اللي هي مديره حزب المعارضه، وبيقول لها ان صاحبه ليون حسب طول النفق المطلوب عشان يخرجوا من السجن، واكتشف انهم لازم يحفروا 80 متر عشان يهربوا. والمشكله اللي بتواجههم هي انهم اول ما هيخرجوا من النفق هيكونوا قدام سور السجن على طول، علشان كده لازم حد يستناهم بره السجن وينقلهم لحد ده في عربيه، لانه بنسبه كبيره الحراس هيشوفوهم بمجرد ما يخرجوا من النفق. فبتقول له مراته ان هي هتتكلم مع الحزب وهتساعدهم في عمليه الهروب. وفي اليوم ال 205 بيستمر كل اعضاء الفريق في عمليه الحفر، وبيكونوا حفروا اكتر من 50 متر في وقت قياسي جدا. ولكن فجاه بيحصل تفتيش في السجن، وبيروح ليون بسرعه عشان يحذر زمايله اللي بيحفروا، وكمان يحذر زمايله اللي بينقلوا التراب على السطح. ولسوء الحظ بيكون زمايله اللي في النفق محتاجين مدة طويلة عشان يخرجوا لأن النفق بيكون طويل جدا. فبيقرر هنا راف وزمايله انهم يتخانقوا مع بعض علشان يعطلوا الحراس لحد ما باقي الفريق يخرج من النفق ويقفلوا الحفرة. وفعلا بتنجح خطتهم وبيخرج كل اللي كانوا في النفق، وبيقفلوا النفق بجبس وبيدهنوه بنفس لون الحيطة. وبسبب أعمال الشغب اللي عملوها في السجن مش بيقدر الحراس يكتشفوا خطتهم، وبيجمعوهم كلهم برا السجن من غير هدوم عشان يعاقبوهم على الشغب اللي عملوه. ولما بيجي جون مستشار الرئيس بيتفاجئ انهم مش خايفين من العقاب، وكلهم بيكونوا بيغنوا أغنية وطنية مضمونها انهم هيدافعوا عن بلدهم وهيقفوا ضد الظلم مهما كان الثمن. وتاني يوم بتيجي محامية حزب المعارضة عشان تتكلم مع راف بخصوص القضية بتاعته،
فبيحاول جون يستفزه وبيعرض عليه ياخد سجاير وبيقول إن المحكمة حكمت عليه هو وكل السجناء بالإعدام وإن الحكم هيتنفذ في خلال شهور قليلة. فبتتكلم المحامية مع رف على انفراد وبتقول له إن مراته قالت لها بخطة هروبه من السجن وبتطمنه إن هي هتعمل استئناف في المحكمة بخصوص القضية. فبيقول لها رف إن النفق هيخلص في خلال 4 شهور وبيطلب منها تماطل في الوقت وتأجل قرار الإعدام على قد ما تقدر لحد ما يقدروا يخلصوا النفق ويهربوا. وفي الوقت ده بتكون مراته قاعدة مع أعضاء حزب المعارضة وبيتفقوا إنهم يجيبوا أتوبيس ويستنوا رف وزمايله بره السجن علشان ياخدوهم ويهربوا بسرعة أول ما يطلعوا من النفق. وبعد مرور 3 شهور بيكون في سجين بيحفر النفق وبيكتشف إن أخيرا فاضل لهم 10 متر عشان ينجحوا في عملية الهروب، ولكن بسبب عمق النفق بيقل الأكسجين في المكان جدا وبيفقد السجين ده وعيه. وأول ما بيشوفوا راف بيروح يساعده وبيخرجوا من النفق بسرعة. ولما بيعرف ليون باللي حصل ده بيجمع كل أفراد الفريق وبيقول لهم إن هو عنده حل لمشكلة الأكسجين. فبيجيب مروحة وبيركب فيها خراطيم بلاستيك كبيرة علشان تضخ الهواء جوه النفق وبالتالي ما حدش فيهم هيغمى عليه وهما بيهربوا من السجن. وفي نفس الوقت ده بيروح ديفيد يقابل المستشار جون وبيكون ده نفس السجين اللي راف كان شاكك فيه وحاسس ان هو جاسوس، وفعلا شكه بيكون في محله. وبيديله جون علبة سجاير وبيطلب منه يقرب من ليون وراف ويعرف منهم اذا كانوا بيخططوا لحاجة ولا لا. وطبعا ده لان هو عاوز يتاكد انهم مش بيخططوا للهروب من السجن، خصوصا لان هو مستني قرار الحكم عليهم بالاعدام وعاوز يخلص منهم تماما لانهم معارضين للنظام الرئيسي الفاسد بيوشيه. وفي اليوم ال 524 بيقدر راف وصاحبه سانشيز يحفروا لحد سور السجن وبيكون طول النفق كده 80 متر. فبيعملوا حفرة صغيرة في سقف النفق وبيضخوا فيها لون أحمر عند سور السجن علشان يعرف أعضاء حزب المعارضة المكان اللي هيخرجوا منه ويستنوهم فيه. وبعدها بيروح راف يتكلم مع ديفيد وبيكون عاوز يضموا لفريق الحفر. وقبل ما يعرفوا خطة الهروب من السجن لحسن الحظ الزلزال بيقف والزلزال ما بيدمرش النفق. فبيجمع عليهم كل فريق وبيقول لهم إنهم لازم يهربوا من السجن بكرة لأن لو حصل زلزال مرة تانية النفق هينهار تماما وهيخسروا كل اللي هم بنوه. وبيبلغهم إن هو اتكلم مع أعضاء حزب المعارضة وعرفهم بميعاد هروبهم عشان يستقبلوهم عند السور ويساعدوهم في الهروب. وفي يوم 29 يناير 1990 بيقرر الفريق إنهم يهربوا من السجن بعد مرور 2 كاملين من الحفر. فبيقعدوا مع باقي السجناء في أوضة مشتركة وبيتفرجوا على فيلم جديد في التلفزيون. وأول ما بيجي الحراس عشان يتفرجوا معاهم على الفيلم بيخرج كل أعضاء فريق الحفر بهدوء جدا ومن غير ما يلفتوا انتباه أي حد. وبيروحوا لزنزانة ليون اللي فيها النفق فبيكتب أوسكار أسمائهم في ورقة عشان يتأكد إن كل فريق الحفر موجودين حفرة جوه النفق. وبيخرج كل المساجين واحد ورا التاني. وأثناء ما كان أوسكار بيتخانق مع ديفيد بيتصفى كتفه وللأسف مش بيقدر يهرب من النفق زي زمايله. وفي الوقت ده بيتحرك المساجين اللي خرجوا من النفق بكل هدوء وبيروحوا يركبوا أتوبيس تبع الحزب وبيقرروا يستنوا 5 دقايق أملا إن باقي السجناء يكتشفوا النفق ويهربوا هم كمان. وفعلا في سجناء بيكتشفوا النفق وبيهرب منهم عدد كبير، ولكن للأسف بيجي الحراس وبيقبضوا على معظمهم وبيتفاجئوا إن هرب 52 سجين من أصل 120 سجين سياسي. ولما بيسمع ليون وزمايله صوت جرس الإنذار في السجن بيضطروا إنهم يتحركوا بالأتوبيس وبتديهم مرات راف باسبورات مزيفة عشان يسافروا برا البلد ويهربوا قبل ما الشرطة تقبض عليهم. وبعد مرور فترة بتفشل الشرطة في القبض على أي سجين من اللي هربوا وبتكون دي أكبر عملية هروب في التاريخ واللي خطط ليها المهندس العبقري ليون واللي قدر هو وزمايله يحفروا نفق طوله 80 متر في أكبر سجن مشدد في العالم. وبيخلص الفيلم.